السلام عليكم، تحية لجميع الإخوة والأخوات اللي كيتابعونا دائما على البث المباشر على بنقري 24. اليوم جينا وجبنا لكم معنا واحد الحالة إنسانية ديال واحد السيدة اللي كتسكن بالحي الجديد وعندها 4 الوليدات، وهاد السيدة ساكنة في واحد المكان اللي غريب بزاف، وبغيتكم كلكم تعيشوا معايا الأوضاع فين كتسكن هاد السيدة. هاد المكان صعيب شوية لا نفسيا على الأبناء ديالها ولا عليها، ولا حتى من ناحية البرد ومن ناحية بزاف ديال الحوايج اللي كتعيش فيهم هاد السيدة صعاب عليها. والحمد لله جيت انا باش انني نصور لكم هذا الفيديو هذا من اجل انني نوصل الرساله ديالها لاصحاب القلوب الرحيمه، نوصل الرساله ديالها لجميع الجمعيات المجتمع المدني، نوصل الرساله ديالها للمسؤولين، نوصل الرساله ديالها للمحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، من اجل اننا كلنا نساعدوا هذه السيده اللي عندها 4 الوليدات واللي كيقراو مزيان واللي كتسكن معاهم مسكينه في هذا المكان اللي كتشوفوا امامكم. وهذه السيده ما كطالبش بانكم تشريوا لها عماره ولا ديروا شي حاجه، على الاقل او ابسط الحوايج انها مسكينه غير توقفوا معاها، على الاقل تلوح ضاله لهذا المكان، على الاقل دير فورمه لهذا المكان اللي كتعيش فيه. هاد السيده كيف ما كتشوفوا هاد الدار اللي كتسكن فيها كاين هاد المراحل اللي هاد الكولوار اللي كتشوفوا هو عريان من الفوق. هاد الكولوار فيه الكوزينه ها هي امامكم كتشوفوا اخوتي، ها انتم كتشوفوا الكوزينه ديال هاد السيده هي و4 الوليدات. هذه هي الكوزينه، والكوزينه منها للسما. عاد زيد هنايا ما مضروباش الفورمه، هاد الفورمه اللي كتشوفوا ما مضروباش في هاد المكان، كتقطر عليها الدار. عاد زيد الطواليط ما عندهاش الباب وما عندهاش السقف كيف ما كتشوفوا الطواليط. ها انتم كتشوفوا الحاله ديالها والكوزينه فين كتسكن السيده. اين فوا كتدخل مع هاد الكولوار هذا كتلقى بيت واحد كتسكن فيه هاد الام هي و4 الوليدات. الظروف ديالها صعيبه بزاف. ها هي فين هي الام كتسكن هي و4 الوليدات في هاد المكان اللي كتشوفوا امامكم. ها انتم كتشوفوا المكان اللي كتسكن فيه هاد السيده في الظروف ديالها شويه صعيبه بزاف. لا الضو واخدها من عند الجيران. تصوروا معايا البنيه ديالها ملي جينا عندها وشفناها في الليل شعلت لينا الضو بهاد 2 خيوطه هادو، ها هما كتحيدهم كيطفى الضو، كتركبهم كيشعل الضو. ها السيده فين كتسكن كيف ما كتشوفوا هي و4 الوليدات. ها الدار ديالها، هذا هو البيت اللي كتسكن فيه مسكينه هي و4 الوليدات ديالها، والظروف ديالها مزريه. والغريب في الامر كيف ما كتشوفوا في هذا البويت هذا فين كتسكن هي هو ان الدار تتقطر اخوتي، الدار تتقطر ومعرضه بانيوات الماء، معرضه بانيو ها هو قدامكم ومعرضه هادشي الماء. وهاد الناس هما كتشوفوهم كيفاش كيعيشوا ومعاها 4 الوليدات. ها انتم الا باب عند البيت، البوطه محطوطه عند الدراري هما ناعسين 4 الوليدات عندها ناعسين حدا البوطه. الضاله ديال البيت ها انتم كتشوفوها، ها القطره امامكم كتبان لكم، ها هي كتقطر امامكم. ها انتم اخوتي شوفوا كلشي بعينيكم. اقسم لكم بالله الا كنوصل الحاله ديالها للمحسنين اصحاب القلوب الرحيمه وكنترعد، والله الا كنترعد. علاش؟ لان صعيب انك تشوف كتعيش هي و4 الوليدات، واي واحد فيكم يتخيل هاد السيده الام ديالو وهو واحد من هاد 4 الوليدات وكيعيش تحت الامطار وتحت القطره ولا فورمه للضاله لا حتى شي حاجه. فلهذا انا كنحاول نوجه الرساله ديالها لجميع اصحاب القلوب الرحيمه والجميع المحسنين. من اجل ماذا؟ من اجل الله يرحم لكم الوالدين اللي قدر يوفر لها، على الاقل يوفر لها. انتم كتشوفوا القطره، ها هي فين هي القطره، هاي بحال شي حمام. شتوها ها هي القطره، شتوها بحال شي حمام. ها انتم كتشوفوا كل البلافو كيقطر ديال البيت. كتعيش مسكينه هي هنايا مع 4 الوليدات. جيت لقيت وليد عاد ناعس هنا وبنيه حدا اختو، وكينعس وليد اخر هنا صغير كينعس هنا، وهي كتنعس هي وبنتها هنايا ومن الدار حداهم. كلهم كيعيشوا في هذا البيت. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير اصحاب القلوب الرحيمه، الله يجعل لكم ميزان حسناتكم، الله يجعلها توقف مع الاباء ديالكم ومع الامهات ديالكم ومع الابناء ديالكم. اللي قادر يساعد السيده يساعدها ولو بالسيمه، يشري غير 4 الخيشات ديال السيمه، يشري غير خيشه ديال السيمه، يشري غير 10 دياجورات، يشري غير بوترين، اي حاجه قادر يشري لها المواد الغذائيه. راه ما عادوش ما ياكلوا هاد الناس، راه ما عادوش ما ياكلوا اخوتي. ها انتم كتشوفوا كلشي قدامكم. هاد القضيه اللي جايبين اليوم من السوق ها انتم كتشوفوها. ها الناس بيتنا باش معشين كلشي قدامكم، ياك حتى حاجه ما صنعتها، كلشي جيت صورته لكم على المباشر. هاد الناس راه عندهم كرامه،
هاد الناس راه ما كيرضوش يطالبوا بنادم، هاد الناس ماشي نصابه، هاد الناس مساكن باغي اللي يوقف معاهم من اجل يلوحوا غير المرطوب لهاد الضاله هادي، باغي اللي يوقف معاهم غير في المواد الغذائيه، باغي اللي يوقف معاهم غير اللي يدخل لهم الضوء، باغي غير اللي يقرب لهم المساعده الانسانيه. الله يرحم لكم الوالدين. ها السيده كتشوفوها امامكم كتعاني في صمت، لا هي ولا الابناء الربعه ديالها، وهاد السيده راه الاخت ديالنا، هاد السيده راه الام ديالنا، هاد السيده راه ما معاها حتى شي واحد سوى الله واصحاب القلوب الرحيمه اللي كيعرفوا ان الموت راه حق، واللي كيعرفوا ان الصداقه راه جاريه. فلهذا انا كنطلب من جميع اصحاب القلوب الرحيمه، كنطلب منكم كلكم تساعدوا وتساهموا وتوقفوا وتضامنوا مع هاد السيده اللي قادر يعطي شي ماريو يعطيه، اللي قادر يعطي شي سدادر يعطيهم، اللي بنايو كيعرف يخدم يجي يخدم لوجه الله، يضرب لهم غير بلافو المرطوب باش ما تقدرش، باش يغطي بهاد الوليدات باش ما تبقاش الشتا كتصب عليهم وهما ناعسين في هاد الارض. هذا اللي يقدر يدير شي حاجه الله يرحم الوالدين يديرها لوجه الله، والله عز وجل ما غادي يضيع حتى شي واحد فيكم، وكلكم غادي توقفوا مع هاد الوليدات الصغار اللي هما خوتكم اللي عندها 4 الوليدات، واحد البنيه راه عندها تبارك الله كي دايره بالاداب وبالاخلاق. فين مشات؟ كتقرا فاش تقرا بنتك؟ في خامس. شحال عندك انت دابا؟ 4 الوليدات. شحال من بنت؟ عندي بنت الكبيرة عندها 12. البنت 12 عام. الصغير 11. والدري الصغير 11. والدري الآخر 6 سنين، وهذه يلاه عندها 17. الله يصلحهم لك، الله يرزقهم من حيث لا يحتسبوا يا رب. كيف ما كتشوفوا راه عندها 4 الوليدات. هاد الظروف وريتها لكم. هاد الدريري ها هو اللي وريتكم حتى هو، هذا راه وليدها. كلهم كينعسوا في هذا المكان اللي كتشوفوا، هذا المكان اللي كتشوفوا كلهم كينعسوا فيه. فلهذا الله يرحم لكم الوالدين. اللي عندها شي ماريو، اللي عندها شي مدربات، اللي قادره تقدى خضيره، اللي قادره تقدى الخضره، اللي قادره تقدى شي حاجه، الله يرحم الوالدين. راه غادي نحط الرقم ديالها، راه ما عندهاش حتى التليفون، غنشريو ليها تليفون دابا، غنمشيو للقشله غنشريو ليها تليفون، وغادي دابا ان شاء الله نحطوا لها الرقم ديالها في الفيديو، وغادي نعطوها التليفون، واللي بغى يجي عندها للدار يجي يشوف هادشي بعينه. ولا كنت كذاب يقول لي سير الحسن الله يمسخك، الا كنت انا كنكذب. هاد السيده راه شفتها بعينيا وشفت كل شيء، وشفت كيفاش كتعيش، ولا كانت شي رحمه، ولا كان شي انسان كيفرش الاخره ديالو في هاد شعبان وهاد رمضان وهاد شهر الغفران على الابواب، يوقف مع هاد الناس كيف ما كتشوفوا على المباشر، يفاجئهم وييسر لهم امرهم. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يجعل ربي يوقف معاكم الى ما وقفوا مع هاد الناس. وكل شيء شفتوا قدامكم، ورقم التليفون راه غادي نحطوا لكم، وانتم كتشوفوا دابا الشتا كتقطر وهي كتصب دابا الشتا في الارض. فلهذا الله يرحم الوالدين. اللي قادر يدير شي مساعده ويقدم شي مساعده يقدمها، على الاقل نلوحوا لهم واحد الضاله لهذا المكان، ولا ما لحناش الضاله نقادوا غير هذا البيت نديروا ليه الفورما ونصبغوه ونفرشوه ونقادوا لهم هاد الطواليط هذه. اللي بغى يعاوننا بالسيمه يشري لينا السيمه، اللي بغى يعاوننا بالرمله يشري الرمله، اللي بغى يعاون بالياجور يشري الياجور، اللي بغى يعاون بالكياس يعاون بالكياس، اللي قادر يعاون بالمواعن يعاون بالمواعن، اللي قادر يعاون بالمواد الغذائيه يعاونها. اي واحد قادر يشري شي حاجه يتواصل معه ويجي يدخل ويشوف بعينيه، وديك الساعه ملي غيشوف بعينه غيشبع من الدنيا. فلهذا اوجه رسالتي اليكم جميعا، واتمنى ان تقبلوا هذه الحسنه منكم ومن جميع الامه، والله يجعل الرساله توصل الى كل محسنين اصحاب القلوب الرحيمه. والسلام عليكم.